من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وزارة العدل تقيم عملها وتبحث برامج عام 2025. جهود لتعزيز المساهمة المجتمعية في الرعاية الاجتماعية. إشادة بالمشاركة الشعبية في التنمية في لوغو عنسبة. هجوم مسلح يستهدف القصر الرئاسي في تشاد ويخلف 19 قتيلا. السودان يصل إلى إيران في زيارة رسمية. روسيا تغلق القنصلية البولندية في سان بطرسبرغ. عقدت وزارة العدل اجتماعها التقييمي السنوي اليوم التاسع من يناير في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال في أسمرة. وناقش الاجتماع الذي حضره مسؤولو محاكم الأقاليم والقضاة ووكلاء النيابة ومنفذي الأحكام وغادة ومسؤولو خدمات السجون والإصلاحيات وغيرهم تقارير وبرامج المحاكم ومكاتب ومكتب النائب العام وإدارة الخدمات القانونية للعام 2025 وما بعده، بالإضافة إلى التدقيق الرقمي للقضايا والاستخدام والبرمجيات المطورة لذلك. وقالت الوزيرة فوزية هاشم في كلمتها أن مثل هذه اللقاءات تؤدي للحوار المستمر وتهدف على تحقيق الأهداف المنشودة. وأوضحت بأن جهودا جادة تبذل لتعزيز مهام العدالة عامة ولضمان بقاء نظم العدالة قائمة على قيم وحكمة وأسلوب حياة المجتمع. وذكرت بأن الوزارة تخطط بحلول العام 2025 لزيادة إنتاجية أنشطتها وصياغة القوانين وضمان وتطوير الإدارة السليمة للموارد البشرية وتعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز برامج التوعية وتطوير النظم التكنولوجية. وأفاد المشاركون أن جهود المبذلة لجعل نظام العدالة الذي يتمحور حول المجتمع مشجعة، منادين لتمهيد الأرضية لتعاون المهنيين الجدد مع القدامى لتبادل الخبرات. نظم في المناسبة سيمينارا للمشاركين حول الجغرافيا السياسية في القرن الإفريقي. أعلن مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة العمل في الدفع بأنشطة الرعاية الاجتماعية للمواطنين في إقليم عنسبة. وأوضحت مسؤولة الرعاية الاجتماعية في المكتب السيدة جنات هابتة تأهيل الأسر بالماشية والأطفال الأيتام منذ عام 2024 في مديرية حمل مالو وعتكليزان وقلب وكرن وعلا برعد واللوازم الدراسية للطلاب المحتاجين. وذكر تقديم الدعم للمجتمعي بأكثر من 1,000,000 نقفة لأسر الشهداء والأسر المحتاجة والمعاقين على مستوى الإقليم، ودعما عينيا وماليا للطلاب إضافة إلى العون في الحراسة والزراعة والصيانة السكن. وأوضحت إعلان 8 مديريات خالية من ختان الإناث وتنظيم السيمينارات التنويرية للحفاظ على التقدم المحرز وضمان انضمام مديريات حقات المتبقية إلى الركبة. وأفاد المكتب تقديم أكثر من 25 مليون نقفة إعانة لأسر الشهداء عام 2024 وتوزيع أكثر من 735 ألف نقفة مقدمة من الإريتريين في المهجر ل 225 أسرة شهيد مختصة بالإعالة. وأشارت إلى وجود برنامج هذه السنة لعمل أفضل بالتعاون مع الشركاء. أشاد مدير مديرية لوغو عنسبة السيد إبراهيم حقوس لدى لقائه إدارات الضواحي والسكان بمشاركة الشعب وقوات الدفاع في برامج التنمية. وقال أن مشاركة الشعب وقوات الدفاع كانت كبيرة في العام 2024 في بناء السدود وإرساء مشاريع المياه الصالحة والأنشطة الزراعية وغيرها، مشيرا إلى إكمال الاستعدادات لبناء السدود في عام 2025. وذكر بأن بناء سد عد نأمن ومشروع المياه في دبرا وأبرصغو والسد الصغير في ملزنة يعكس تضافر جهود الشعب والجيش في برامج التنمية. وقال أن 76% من سكان مديرية لوغو عنسبة يحصلون على مياه الشرب الصالحة.
ارتفعت نسبة مشاركة الإناث في التعليم الابتدائي في مدرسة قاطرات المتواجدة في ضاحية نارو أنس بأفعبت في العام الدراسي 2024-2025 بنسبة 12%. وشرح مدير المدرسة الأستاذ أحمد شيخ محمود لوكالة الأنباء الإريترية مسيرة مدرسة قاطراية التي تأسست في العام 2009 ببرنامج محو الأمية وعريات، ثم توسعت لتقدم الدروس الأكاديمية النظامية ضمن برنامج تأهيل وجمع 10 قرى في عام 2016 في ضاحية نارو أنس. وأضاف أن عدد الطلاب لم يتجاوز 120 طالبا عند بدء التعليم النظامي، وأن هذا العدد ارتفع بنسبة 150% ليصل العدد الطلاب إلى 300 طالب وطالبة، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الطالبات في المقاعد الدراسية. وأشاد المواطنون المستفيدون بالجهود التي تبذلها الحكومة لتجميع القرى النائية وتوفير الخدمات الاجتماعية، موصين المختصين بالعمل استكمال النواقص التي تواجه العملية التعليمية. تبرع الإريتريون المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية من أعضاء مؤسسة Eritrean Development Foundation بمساعدات عينية لمدرسة المكفوفين أبرها بهتا. تضمنت المساعدات المقدمة أوراق البريل لكتابة لغة المكفوفين وطابعة حديثة، بالإضافة إلى العديد من الكتب التي تساعد في العملية التعليمية الهادفة للمكفوفين. وعبر الإداريون عن شكرهم على المساعدات المقدمة عند مراسيم الاستلام. يذكر تبرع أعضاء مؤسسة تطوير إريتريا للإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة وتقديم مبلغ $500,000 نقفا للمدرسة الأهلية للصم والبكمة في كرن من الثالث من يناير الجاري. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت الحكومة التشادية أن الهجوم المسلح الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة نجامين خلف 19 قتيلا بينهم 18 من صفوف المهاجمين. وقال وزير الخارجية المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله أن المجموعة المسلحة تألفت من 24 شخصا سقطوا جميعا بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أنه في صفوف المهاجمين الحصيلة هي 18 قتيلا و6 جرحى، بينما في صفوف القوات الحكومية قتل شخص واحد وسقط 3 جرحى، إحداهم إصابته خطيرة. وكان سمع صوت إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الرئاسي في عاصمة تشاد نجامين بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت تشاد بشكل مفاجئ في نهاية نوفمبر إنهاء الاتفاق العسكري بين باريس ونجامين، واضعا حد 60 عاما من التعاون العسكري منذ انتهاء الاستعمار الفرنسي. وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني إلى عاصمة طهران في زيارة رسمية تلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء العراقي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيراني مسعود بزشكيان، حيث اجتمع السوداني مع بزشكيان في قصر سعد أباد بطهران. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأهمية استمرار جهود التعاون المشترك في إطار الاتفاقات والتفاهمات الثنائية وتطوير الشراكة البناء بما يعزز مصالح البلدين الجارين. وشهدت المباحثات بين وفدي البلدين استعراض الإجراءات المتخذة من الجانبين لتفعيل مذكرات التفاهم التي سبق توقيعها خلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى بغداد في يوليو الماضي، خصوصا التي تتركز في مجالات الربط السككي لنقل الزائرين والأمن وضبط الحدود ومجالات الطاقة والمدن الصناعية المشتركة وفقا لبيان الحكومة العراقية. أعلنت بولندا إغلاق قنصليتها في سان بطرسبورغ في شمال غرب روسيا بناء على أوامر موسكو، ردا على إغلاق قنصليتها في بوزان الذي أعلنته وارسو منذ مدة بمحاولة تخريب. وفي أكتوبر الماضي أمرت وارسو بإغلاق القنصلية الروسية في بوزنان على خلفية محاولة تخريبية مفترضة أنها قامت بها روسيا في بولندا ودول حليفة. وفي ديسمبر أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها مستعدة
لإغلاق جميع القنصليات الروسية على أراضيها إذا استمرت أعمال الإرهاب بحسب زعمها. خرجت حرائق كاليفورنيا عن السيطرة فامتدت إلى تلال هوليوود وتسببت في مقتل 15 شخص على الأقل، مما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعلان كاليفورنيا منطقة منكوبة. وامتدت الحرائق إلى تلال هوليوود بحسب ما قالت رئيسة الإطفاء كريستيان كراولي، مما أجبر أكثر من 100,000 شخص على الإخلاء الفوري منها جادة هوليوود جنوبا. وابتلعت الحرائق في هوليوود هيلز 20 هكتارا بحسب إدارة الإطفاء، ودمرت ما يقارب من 1900 مبنى في إتوان بلستيز. ومن المتوقع أن يزداد العدد في ظل وجود عوائق في السيطرة على النيران. تذكير بالعناوين مرة أخرى. وزارة العدل تقيم عملها وتبحث برامج عام 2025. جهود لتعزيز المساهمة المجتمعية في الرعاية الاجتماعية. إشادة بالمشاركة الشعبية في التنمية في لوكو عنسبة. هجوم المسلح يستهدف القصر الرئاسي في تشاد ويخلف 19 قتيلا. السودان يصل إلى إيران في زيارة رسمية. روسيا تغلق القنصلية البولندية في سان بطرسبورغ. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.